احذر هذه الصلاة فقد تصلي 60 سنة ولا يقبل الله لك صلاة واحدة. لكن قبل أن نبدأ المرجو دعم الفيديو بالإعجاب لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة كي يصلكم كل جديد. جاء في الحديث عن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. قال الألباني: حديث حسن. وعن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل لا يشيء في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة. قيل: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي هذه السورة الكريمة يتوعد ربنا المصلين الذين يلهون عن الصلاة فيؤخرونها عن وقتها أو يتركونها أحيانا فلا يصلونها. أولئك المصلين الذين يقومون بأعمالهم ليراهم الناس وهم المنافقون، الذين لا يعطون الناس ولا يعينونهم بشيء، لا بزكاة ولا بغيرها من المنافع التي ينتفع بها كالقدر والفأس والدلو وغيرها. قال ابن كثير في التفسير: قال ابن عباس وغيره، يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم منا كل جديد، ولا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.